في نفس الأزمة في شركات بتقع وشركات بتفضل تكسب لأول مرة. أهلا بيكم في الجزء الخامس من سلسلة إدارة مشروعك وقت الأزمة. قبل ما ندخل في الموضوع ما تنساش تعمل لايك وفولو وشير، ويلا بينا. في وقت الأزمة واحدة من شركات توزيع الأدوية كانت بتبيع منتجات معينة بشكل ثابت. فجأة السوق اتغير وبعض الأصناف بقت بطيئة جدا. الصيدليات بدأت تسأل على بدائل أرخص ومن فئات مختلفة. أغلب الشركات عملت إيه؟ استنت مع البضاعة اللي عندها. لكن شركة تانية بدأت تتحرك بسرعة وبدأت تدخل منتجات بديلة تناسب القوى الشرائية الجديدة، مش منتجات أفضل لكن منتجات أنسب للمرحلة. وفي أقل من 3 شهور بقت بتغطي طلب السوق الجديد، والباقي لسه مستني السوق يرجع زي زمان. الأزمة مش بس ضغط، الأزمة فلترة. بتطلع ناس بره السوق وتفتح مكان لناس جديده. اللي فاهم التحول ده بيتحرك قبل ما المنافسين يفوقوا. زي بالظبط في الكوره، في الماتشات الصعبه في فرق بتستغل الوضع وتكسب وفي فرق بتنهار. بس المشكله خلي بالك ان مش كل فرص ينفع تدخلها. في فرص شكلها صح وهي اخطر قرار ممكن تاخده من الازمه، وده اللي هنتكلم عنه في الجزء الجاي. استنونا. انا الدكتور احمد ابو المعاطي، وفي ملعب البيزنس هنعلمك ازاي تلعبها صح.